السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إزاي أو معنى التايب كاستنج، وهو إزاي إن أنا أحول من داتا تايب لداتا تايب تانية في البرنامج بتاعي. عندنا في التايب كاستنج نوعين اتنين. أول حاجة هو الإمبليسيت كاستنج، وده بيتم تحويله تلقائي أو ممكن يكون اسمه ويندنج. تاني حاجة هو الإكسبليسيت كاستنج، وده بيبقى تحويل يدوي وممكن يبقى اسمه نوروينج. إيه بقى الإمبليسيت وإيه الإكسبليسيت؟ الإمبليسيت كاستنج هو التحويل من هو تلقائي. ليه؟ لأن أنت بتحول من داتا تايب صغيرة لداتا تايب كبير، أنا مبقاش فيه فقدان بياناتها، بيتحول تلقائي. لكن الإكسبليسيت كاستنج هو بيتم تحويل من داتا تايب تشيل حاجات كبيرة لداتا تايب تشيل حاجات أصغر، فبيبقى فيه أحيانا فقد بيانات، فلازم أنت تحوله يدوي. أنت عشان تبقى مسؤول، عشان لو الدنيا إيه أرقام منك أو حاجات منك اتفقدت داتا، يبقى أنت إيه اللي عاملها بإيه. تمام، حلو بيه. تعالى نعرف يعني ايه implicit casting. طبعا احنا عارفين ان احنا بنكتب انت اكس ايكوال 10. طبعا انت اكس ايكوال 10 ليه زهقت مننا في الكورس؟ لان كل كورس بنبدا بانت اكس ايكوال 10. ان شاء الله الفيديو الجاي احاول اغير اكس ولا خلينا نغيرها، لان خلاص انا زهقت منها. يعني نسميها ايدج ايكوال 30 مثلا. بس هي طبعا ايدج مش هتبقى لايقه على التايب كاستنج، فللاسف هنضطر نرجع لاكس. معلش. انا دلوقتي عندي متغير اسمه اكس، ومن النوع داتا طيب انتجر، بيشيل او شايل جواه قيمة 30. انا عايز اعمل متغير تاني اسمه واي، بس خلي بالك انه من نوع دبل. عايز احط فيه القيمة اللي في خد بالك بقى من الحتة دي. الاند هو بيشيل عدد صحيح فقط، دي حاجة صغيرة. الدبل بيشيل عدد صحيح وعشر كمان، يعني بيشيل عدد 10، ممكن يشيل 30 وكسور، ده اكبر من الاند. فده الحوار بقى اللي انا عايز اعمله، ان انا عايز احول او اخلي الواي دي بتساوي الاكس بس دبل. فهو ده بالظبط اللي كان كده. انت قلت له ان انا عندي متغير اسمه اكس من الداتا تايب انتجر شايل 30، وعندي متغير تاني اسمه واي من الداتا تايب دبل، عايز احط فيه القيمه اللي في الاكس. بس خد بالك ان القيمه اللي في الاكس انتجر، بس هو تلقائي هيروح يحولها لدبل ويحطها فين؟ في الواي. وهو ده بالظبط اللي تم. هنطبع الاكس والواي، وده الامبليسيت كاستنج. وده ما فيهوش اي ثقبان بيانات. ليه؟ لان احنا بنحول من داتا تايب بتشيل حاجه صغيره لداتا تايب بتشيل حاجه اكبر، مش حاجه صغيره في العدد. يعني ده بيشيل عدد صحيح بس، لكن ده بيشيل بكسور عادي، فبالتالي ما فيش فقد بيانات. طبعا لو فقد بيانات هيبقى العكس بقى، يعني واضح. بس ان شاء الله ناخدها دلوقتي، اصبر عليا بس. نخلينا نطبع الاكس فيطبع الواي، ونبدأ نرن البرنامج. شوف بقى طبع لي ايه. طبع لي الاكس الاولانية 30، وطبع لي الواي 30 بس بوينت زيرو. ليه؟ لأن هو اتعمل ده معاه خلاص كدبل كعدد 10، فهو حولها لعدد 10 تلقائي، وبعدين ايه هتبدأ تتعامل معاها عادي جدا. حلو حلو. ده الامبليسيت كاستم. تعال بقى نفهم الاكسبليسيت كاستنج. هنعمل كده system.out.println، ونعمل شوية نجوم حلوين كده عشان نكتب تحتيهم. هنقول دي دلوقتي ناخد رفقة من الشاي اسمها رشوة تقريبا، مش عارف. يا سلام، ومصبرنا الكورس ده كوباية الشاي اللي بشربها وأنا أسجل الفيديو. نيجي للنوع التاني، وهو الاكسبليسيت كاستنج، اللي هو بيتم التحويل يدوي. لو انا بقى عندي داتا طيب بتشيل حاجه كبيره وعايز احولها لحاجه صغيره، هو عكس اللي فوق بالظبط. عندي متغير من النوع دبل اسمه زد لا مش هينفع اكس بقى، لان احنا خلاص عرفنا في الفيديو اللي فات ما ينفعش اتنين متغير في نفس السكوب. هناخد متغير اسمه اكس اسمه زد، معلش، قيمته 5 وخمسة من 10، 5. وعندي بقى متغير تاني من النوع انتجر اسمه دبليو، انا عايز احطه في القيمه اللي في الزد. تعالى نعمل كده. جاب لي هنا ايرور، لان هنا ما جابليش ايرور. هنا ما جابليش ايرور ليه؟ لان هنا
امبلس، وقلنا الامبليسيت ايه بيتم تلقائي، مش هيديك اي خطأ لان مفيش فقدان بيانات. لكن هنا في فقدان بيانات. ليه بقى؟ انت لما تحول الدبل لانتجر انت اوريدي اي حاجه بعد العلامه العشريه فانت هتخسرها. ليه؟ لانه بيشيل عدد صحيح فقط. فانت بالتالي كل اللي هنا ده بعد العلامه العشريه ايه؟ هتفقده. الدبليو معلش هتشيل ايه؟ هتشيل قيمه 5 فقط. فانت بقى تعمل الموضوع ده ازاي؟ انت عايز تقول له حول لي الزد لانتجر، اللي هو شيل الكسور وبعدين حطها لي في الواحد. الكلام ده بقى بنعمله ازاي؟ بنفتح هنا قوسين كده ونقول له انتجر الداتا تايب اللي انا عايز احول ليها وهي انتجر، وبعد كده بكتب المتغير بتاعي اللي هو زد. كده انت قلت له ايه بقى؟ انت قلت له الزد ده حوله لانتجر، يعني شيل الكسور دي، وبعدين هو هيحط القيمه في ايه؟ في ده. على نرن. نرن. احنا رنينا وما طبعناش يعني، خد بالك. خلينا نطبع معلش. نطبع الدبليو او نطبع الزد الاول وبعدين نطبع ايه؟ الدبليو. نرن. طبعا احنا هنا عملنا شويه نجوم كده عشان نفرق بين اللي فوق واللي تحت. هنا بقى طبع لي الزد بكام؟ ب5.5. جينا للدبليو لقيناها طبعناها ايه؟ طبع لنا ايه؟ 5 فقط. ليه؟ ان احنا عملنا بليسد كاستنج، وهو التحويل من داتا تايب بتشيل حاجه كبيره لداتا تايب بتشيل حاجه ايه؟ اصغر منها في الحجم، او مش في الحجم يعني هو في السايز بالفعل. ان ده الدبل تشيل او بتخزن 64 بايتس، فبتشيل عدد اكبر، فبالتالي هيكون في فقد بيانات. فبالتالي لازم انت تقول له ايه؟ انا متاكد ان انت فعلا ان انا عايز اشيل كل اللي بعد العلامه العشريه واحط القيمه في ده. طيب احنا مش لازم نتعامل معها كمتغيرات، يعني ممكن وانت بتعمل سيستم دوت اوت دوت برنتلين يكون عندك 1.5، اطبع لي 1.5، اه اطبع لي 1.5، مفيش اي مشكله. طب انا عايز اقول له انا عايز احول ده لانتجر وبعدين اطبع، بالظبط نفس اللي احنا عملناه. طبعا هو مش لازم السبيس اللي انا بحطها دي، بس انا بحط السبيس او المسافات دي عشان انت بس تقرا الكود يبقى واضح قدامك. لكن ممكن شرح بقى، ممكن اكتب هنا ان واكتب هنا ايه؟ 1.5. انت هنا قلت له يا سيدي انا عايز اعمل اكسبليسيت كاستنج، وهو التحويل من القيمه دبل للقيمه ايه؟ انت. طبعا مش شرط دبل لانت بس، يعني ممكن تخليه هنا شورت، ممكن تخليه بايت. بس طبعا احنا قلنا هنتعامل اكتر بانت ودبل. هنا هيتم ايه اللي هيحصل؟ هو هيروح يشيل الكسور او هيحولها لي لشورت وبعدين يطبعها لي ايه؟ على الشاشه. تمام. هنا بقى مش هتعرف تعمل implicit casting. ليه؟ لان انت لو عندك رقم زي 10 وعايز تحوله لدبل، انت هتعملها ازاي؟ هي هنا كانت بتتم تلقائي لان انت بتعمل assign او بتعمل initialize لفاريبل جديد فبيتعمل تلقائي. لكن لو انت هنا طبعت كده هيطبع لك القيمه 10. لو انت بقى عايز تطبع دي كدبل لازم تعملها هنا ايه؟ تقول له انا عايز اطبعها كدبل ال10 دي. يعني هيروح يحول لي ال10 دي لدبل وبعدين يتعامل معاها ايه؟ او يطبعها ك10.0. ليه؟ لانه هيتعامل معاها عشرية. وهو ده يعني ايه تايب كاستنج، وتحويل من داتا تايب لداتا تايب تاني. اخر حاجة بقى قبل ما ننهي الفيديو ده، وهو نعمل مقارنة بسيطة كده ما بين الامبليسيت والايه والاكسبليسيت. هحطهم لك كده على الشاشة عشان تبقى في ذهنك على طول. ده كده ملخص او مقارنة سريعة بين الاكسبليسيت كاستنج والامبليسيت كاستنج. الامبليسيت كاستنج احنا قلنا انه بيتم تلقائي، وقلنا انه بيتم من لما من لما احول من نوع اصغر الى نوع اكبر، وقلنا انه امن ومفيش بيان بيانات. نيجي بقى للاكسبليسيت كاستنج، ده لازم تكتبه بايدك. وبيتم امتى؟ لما احول من نوع اكبر لنوع اصغر، واتفقنا انه ممكن يحصل فقدان بيانات. ده كده كان فيديو النهارده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.